يلا يا جميل بقى لحسن هموت من الجوع. حاسب على الملوخية يا سيدي سيبك انتي، ولاد الناس برضو طريقة والذوق وفوطة قال وطبق قال. اديني الشوربة الأول بقى يا روحي عشان أظبطها وأروح داخل على الملوخية. يلا حبيبي. مسعود، نعم. ما تزعلش مني لو قلت لك ما لقيتش صفحة الشوربة في كتاب قبل النظير. يعني ايه؟ ما عملتيش شوربة؟ لا، وانا هعمل منين؟ ما اعرفش الطريقة. هي لينا الفرخة تسخنيها المية تبقى شوربة اخص عليكي. معلش ما تزعلش. حسي بس انا قاعد الفرخة الجاية بقى انا ايه يا شيخة انت بتحلمي؟ فرخة جاية شوربة يا ماما، ده الشوربة دي امتع شيء في امر لله. يلا مش الملوخية معمولة من الفرخة؟ خدها بيها خلاص يا سيدي. ادوق ولا اشرب؟ تدوق الاول وتقول لي رايك ايه. رأي معروف يا ست الكل، يا احلى زوجة في الدنيا. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس. لا الملوخية اصلها حلوة. انت عملتيها ازاي؟ زي كتاب قبل النظيرة تمام، كلمة. ده كتاب نظيرة؟ هو ده صفحة الملوخية؟ صفحة الملوخية. مش ممكن، دي صفحة الوفيات يا لينا. لا يا مسعود لا. لا يا ماما، اولا مش عارف، في حاجات بتمسك بس هتتشرب. مش كل مرة هنعمل فراخ في الملوخية هشربها. ما دام عملنا فراخ وجبنا ملوخية يبقى هشربها. ايه ده يا مسعود؟ الفوطة هنا. مفيش فوطة عشان دماغي ما تضربش. بعدين الفلفل، حد يحط فلفل كده يا ماما، الفلفل تدوقيه لان ده بيمشي. هشربها. طب خليلي شوية. البؤساء. ها، حلوة. كل ده من حلاوتها. مالك يا مسعود؟ مين طفى النور؟ الدنيا ضلمة. لا يا مسعود، شايف ايدي؟ ماما. ماما ايه يا مسعود؟ انا صحيح ماما وزي ماما. ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ مش عارف اصلا، يعني عملت لي صدمة شوية. هي حلوة يا روحي. امال ايه مالك؟ يعني حلوة بالنسبة لأول مرة. طيب مش انت وآخر مرة عشان تبقي عارفة. مش عارف، التقلية كتير يا حبيبتي. يعني بص التقلية كده عاملة زي الرغاوي بتاع الصابون، كتير. مش تقول كده. انا هقول لك، اصل مكتوب في كتاب قبل النظيرة امثلها. تصور يا مسعود علبة ربسه بحالها ما كفتش. ربسه؟ حطيتي ربسه؟ حطيتها كلها على بعض. وانا رحت. وانا اقول يا رب بتزحلق ليه؟ بتزحلق. حرام عليكي خافي ربنا. معلش حد في الدنيا يحط الصابون على الملوخيه يا لينا؟ طب دوق الفرخة طيب. اي يا حبيبتي تتغسل لوحدها. تغسليها الاول وما تروح حاطه الصابون كل على بقى يا مسعود. مين ده؟ الفرخة اللي اشتريتها. ما هي باينه. هي دي الفرخه؟ هي دي كلها. يمهل ولا يهمل.
هي المرحومه جالها سل امتى؟ اصل مكتوب في كتاب قبل النظيره اغسلها بالدقيق. جبت الدقيق منين؟ دورت في كل مكان في البدروم على الدقيق، وفي الاخر عرفت انت بتشيله فين. فين؟ طبق قد كده تحت الحوض مليان دقيق، غسلتها بيه كله. تحت الحوض؟ اه خدت من اللي تحت الحوض حطيت عليه. تغسلي الفرخه بالاسمنت يا لينا؟ مش عارفه تفرقي بين الدقيق والاسمنت؟ ما انت لازم تستحمل لحد ما تعلم الطبيخ. تعلمي ايه؟ تعلمي ايه؟ انت عمرك ما هتتعلمي حاجه. يعني ايه؟ ما ينفعش اكون زوجة؟ لا تنفعي على عيني وراسي، بس في بيت ابوك هنا لا. مش انت اللي قلت لي نبدأ من الصفر؟ يا لينا نبدأ من الصفر عندكم في بيتكم في الفيلا، هنا تحت الصفر يا ماما مش ممكن. كل شوية عندكم في الفيلا بابي بابي. انت اتجوزتني ولا اتجوزت بابي؟ ايوه انا اتجوزتك انت على عيني وراسي، اتجوزتك انت وبحبك انت، بس ابوكي ده انا مش ابوكي راح فين؟ بيستعبط سايبنا ليه كده؟ لا مسعود لا، انا مبسوطة هنا خالص خالص. ما تبطلي بقى حكايه مبسوطه، وانا كل ما اقول حاجه تقولي مبسوطه. مبسوطه من ايه لينا؟ بتضحكي على نفسك. مبسوطه تسرحي بيا. انت فاهمه ان ده بيرضيني؟ انا كل ما حاجه تقولي مبسوطه. حرام عليك وعلى نفسك انت كمان، مش هتستحملي. اكل ملوخيه بالصابون، ما بستحماش بالصابون اكله يا لينا. تقولي مبسوطه من ايه؟ بس احنا عايشين بقالنا كام يوم الفرخه اللي كان نفسي اكلها بوظتيها لي. يا لينا حبيبتي انت اصلك مش حاسه بحاجه ولا انت عارفه حاجه. انت انسانه طول عمرك عايشه في عز، عايشه في نعيم، جايه هنا بتتفرجي بتشوفي حاجه عمرك ما شفتيها. مساله بالنسبه لك فسحه، لان طول عمرك في نظافه. انا عايش طول عمري في الخرابه دي. لا عمرك حسيتي بالجوع ولا عمرك حسيتي بالبرد. عمرك مره جوعتي؟ مش ممكن. هتجوعي ازاي؟ والثلاجه مليانه اكل عندكم. حسيت انك بردانه نمت في الشارع على الرصيف؟ انا نمت في البرد لما جاني حب الشباب اتهريت. انزلي زي الناس، اقف شاوري الاتوبيس، استني الاتوبيس 4 ساعات، تستني الاتوبيس يا يجي يا ما يجيش، وان جه ياخدك يا على النيل يا يلبس في قطر، حاجه من الاثنين. يعني الواحد يقف يستنى الاتوبيس يلبس مايو ويمسك حته حديده كده. جربي مره كده، انزلي شاوري التاكسي، زواف قابليني. انا جريت ورا تاكسي من المعادي المصري الجديد عشان اقول له فاضي يا اسطى بس. وزليت قلت له فاضي، قال لي فاضي، قلت له انا مش فاضي وسبت. يعني انت متجوزني عشان تعيش في العز والنعيم؟ يعني انا مكتوب عليا اعيش في قري؟ اخس عليك يا مسعود، انا كنت فاكراك بتحبني. ايوه بحبك يا لينا، بس الحياه صعبه، الحياه عايزه تعاون. مش عيب انت مراتي اما تساعديني، مش عيب. انت تساعديني وانا اساعدك، وكل حاجه بالنص. انت ال3/4 وانا النص. انا الحق عليا ان حبيتك يا مسعود واتجوزتك. يا لينا يا حبيبتي، بنروح هناك بقى عند بابا نستسمحه ونروح له بقى. ده بيتك، مش ده حقك يا مجنونه، حقك يا حبيبتي. وانا مستعد عشان خاطر حاضر، انا مستعد الاجازه نقضيها هنا. اوكي الويك اند هنا، واعزمي ماما واخواتي كلهم، قولي لهم يلا نروح الخرابه وهاتيهم وتعالي. اقول لك ايه بس؟ وبعدين قولي لي بصراحه، قولي لي ان ابوكي مكسوف مني ومستعر مني، مستعر مني عشان انا كويس ونضيف وشريف. هي دي الحقيقه مش كده؟ مش عارفه. مش عارفه ايه؟ مش عارفه اذا كنت شريف ولا لا. لا انا اشرف منك ومن ابوكي بقى، لا مؤاخذه. اخرس خالص، ما تجيبش سيره بابي على لسانك. اقل خدام في سراير بابي اشرف منك. طب اجري بقى، اجري بقى. بابي يا بابي. حد كلمها دي؟ مالك؟ حاجه تجنن يا اخي، ابوها جري وسابني. تقولش انا وارث؟ نصيبك كده ولازم تستحمل. استحمل لحد امتى يا حنفي؟ انا بعت كل حاجه، بعت الساعه، بعت الراديو، ما عنديش حاجه خلاص. امال مرتبك يروح فين؟ تقوليش مرتب بقى، دي كان فيها مرتب، دي بتاعت مرتب دي. وبعدين يا عم انت حاسس انت قاعد بتاكل في قته محلوله هرتني. هي جاتني تخمه. نفسي مره واحده تجيني تخمه. انا بحسدك على النعيم اللي انت فيه. نعيم مين يا اخ؟ ده انا في غلب. غلب مين يالا؟ بتاكل 7 مرات في اليوم وتقول لي غلب؟ كنت جعان لك دلوقتي شبعت. انت عايز ايه؟ عايز احس ان انا متجوز.
ما انت متجوز. انا متجوز واحده ما فيش بيني وبينها اي تكافؤ في اي حاجه، لا في الثقافه لا في التفكير لا في التصرفات لا في اي حاجه. ده كله كوم، ويوم ما خدتها الهيلتون كوم. انت مجنون تاخدها الهيلتون؟ يوم فرح بنت المدير بتاعنا تسوي بيه، قلت ما أنا لها عارف. المدير بتاعنا عازمنا على فرح بنته، قالت انا داشه موظف نفسي، فصلت بقى فستان كله ترتر ونقعت شعرها في الجاز لمده اسبوع. جاز؟ عشان يبقى سايح ونايح على خلقتها وخلقه اللي جابوها. عادة جايين غريبة. نازلين رايحين الفرح، قالت لي سنه سيحانه في الست حاجه، دخلت مطبخ راحت جابت البدنجان المخلل ابو توم وسفته مره واحده. كلت توم؟ قلت لها ليه؟ ده احنا رايحين فرح يمكن نتعشى هناك. قالت لي يمكن انام في السكه بعامله حساب. وصلنا الهيلتون افتكرته بيت العروسه. دخلت الهيلتون من هنا راحت تفقع الزغاريت اللي هي. لقيت لك العالم اتلم علينا وبقى وزفونا لغايه ما رحنا القاعه اللي فيها الفرح. بقول لها ده ابو العريس وابو العروسه وام العريس وام العروسه. دخلت على الستات بقى، الف مبروك يا حبيبتي ربنا يتمم بخير. لقيت ام العروسه اتكومت. ام العريس اتكومت. توم والجاز مع بعض وشغالين بقى. دخلت على النسوان اللي في الفرح، كله يكوم ولا مدفع رشاش. بعدين شويتين بقى والتوم اشتغل من كل ناحيه. شغلت الاستيريو بقى. لقيت لك بقى الرجاله المعازيم في الفرح كل واحد يبص للتاني يقول له الله يقرفك ليه. الرجاله بتضرب في بعض، النسوان سرقه الفرح باظ. كل ده من التوم؟ لا يوميها كانت مزوداها حبتين. في الفطار كان محشي كرنب، في الغداء قرنبيط، قبل ما نروح توم المدام بتقول لك مش هتنام بقى ولا ايه؟ ما تطلعها. ما اقدرش اطلقها. ليه؟ انت عارف يوم ما كتفوني عشان اتجوزها مضوني على مؤخر صداق 10000 جنيه. 10000 جنيه؟ لما اكلمها مسعود احس ان انا بكلم نفسي. ايوه طيب نعم حاضر اللي تشوفه يسحنا في اللي تشوفه. مشكلة. الحق يا مسعود. يلا نسيبك. حمش بيه؟ جاي راكب عربية اولد سبايس كبيرة. هلا ام سبايس. الواد الجن الاعلانات بتاع التلفزيون. مالها؟ اولد سبايس، الاعلان بتاع الكاكولا اللي عاملينه عشان هي كاكولة ايه؟ اسمع، انا بعت جواب لابوها باسم فاعل خير. قلت له تعالى الحق بنتك بتموت، بنتك الفقر بهدلها وهو جه. وتفتكر الجواب ده هيخليه يوافق ياخدكم تعيشوا في القصر معاه؟ ما انا عايزك انت تقابله على انك انت فاعل خير. ما تقابلوش انت ليه؟ معلش يا حنفي، عشان لو وافق اروح القصر بكرامتي. عندك حق. حتى ابقى اقنعه وقول له العيال. انت خلفت؟ لا بس هخلف اجيب عيال، هيسالوني فين جده، اقول لهم ايه ناقص في السوق. مش معقول يا حنفي. بحاول اقنعك. عمي ايه يا بابا؟ بقول لك ايه؟ ايوه. اكيد الجواب اللي اتبعت ده خدعه من مسعود عاملها عشان يصعب عليك. لا مسعود مش ممكن يعمل كده. يا عمي بقول لك مسعود هو اللي كتب الجواب ده. ايه يا ابني حكايتك انت ومسعود؟ حاطط نيرك من نيره ليه؟ ثم ان دي بنت عصبة الضفر ما يطلعش من اللحم. يا عمي بعد ما مرمطت اسمك في الوحل عايز تسامحها؟ عصبة اصل انت ما قريتش الجواب اللي بعته فاعل الخير. يا انكل بقول لك مسعود هو اللي بعت الجواب ده. الفاعل خير كان الحق عليا اللي حبيتك اتجوزت. نفيسة، ايه اللي جابك عندنا؟ مين يزعلك يا نفيسة؟ جوزي ما عادش طايقني. حد يبقى عنده الالماس ده وما يحطوش في عينيه. قول له يا محشي بيه. حبش يا بنت ولها عصبة. انت يا بنت عاوز ايه؟ انت اللي كتبت الجواب ده؟ انا يا اخويا لا بعرف اقرا ولا اكتب. اهو اتفضل. الجواب اللي قلت لي فيه انقذ بنتك من الفقر. يوه ما قلنا لا بعرف اقرا ولا اكتب. انا مش قلت لك مسعود هو اللي كتب الجواب ده؟ هي الحكايه كده. ايوه. واحد زهقان وطهقان والتاني قاعد يكتب في جوابات، يبقى الحكايه فيها ان. عصبة شوف يا بابا ايه حكاية الإن اللي هناك دي؟ ايه حكايه إنا واخواتها دي يا بنت؟ يا اخويا ابعد كده. لينا يا اختي. ننسحب فوق. انا مش ممكن انسحب قبل ما اطمن على بنتي. اهلا وسهلا يا فندم. انت مين؟ فاعل خير. عصبة اهو. كذاب، ده مش شكل فاعل خير ده. انت اللي بعت تستعطفني على بنتي؟ ايوه يا فندم اتوسل اليك انك تفتح قلبك شويه، ده حالتهم صعبه قوي. فيري هارد لك. هي السبب. بس دي بنتك دمك ولحمك، ازاي تهجرها؟ ازاي تنساها؟ يعني عايز يعمل ايه؟ تنشلها من المجاري اللي هي عايشه فيها دي. تطلع. يا تطلع. اسمه بيقول تطلع يبقى تطلع. اسمع تطلع. قلت عيب يا ولد يا ولد. ايه ده؟ وش عامل؟ اهو. ايه يا ابني انت؟ مش هنعرف نربيك ولا ايه؟ خبر يا ولد. بنت الحمش بتنام من غير عشاء وطموحها على خدها. انا
وانا هجبره على انه يطلقها، هرفع عليه دعوه وطلبه بالطلاق لعدم التكافؤ. استنى يا حمش بيه، مش مكفيك المصايب اللي هم فيها، عايز كمان تفرق بينهم؟ بنته لازم ادافع عن مصلحتها. مصلحتها انها تعيش مع مسعود. تتمرمط في الشوارع، تنام على البلاط. ايوه بس هتكون سعيده معاه انهم بيحبوا بعض. مفيش حاجه اسمها حب، انتوا عايشين في اوهام. الجواز لازم يكون فيه تكافؤ في الطباع، في البيئه، في المستوى الاجتماعي. النهارده الحب عميها، بكره هتفوق وهتندم. حرام عليك يا اخي، انت قلبك ايه؟ حاول تساعدهم شويه. ده بنتك ليالي وليالي تنام على اللحم بطنها. كذاب والستين يا كذاب كمان وانا قدامي وعلى اللحم ممكن انا بتهزق يوم تتهزق ايه؟ ايه يا ابني؟ انت عملت في ايه؟ انا مش بقول لك كده عشان احنن قلبك، لكن عشان تصمم وتاخدهم يعيشوا معاك هناك في القصر. حمش بيه، اتوسل اليك واناشدك باسم الابوه انك تحافظ على بنتك من الامراض المستعصيه المستعصيه والامراض الجلديه الجلديه والامراض الفخريه. ايه الفخديه دي؟ فخريه، ما بتسمعش فلان خد دكتوره فخريه وده خد دكتوره فخريه؟ ايوه كلها في الامراض الفخريه. عند بنتي انا. عندك ها؟ يلا تعالى. ايه يا عزمي؟ خير يا معلم؟ ست جملات كسبت قضيه. قضيه ايه؟ اللي هتخرجكم بيها من هنا. ننطرد من هنا نروح فين؟ ما اعرفش، وسابته ورحت القسم اجيب لكم عساكر ومحضرين. طب تعال نحاول نعطلها شويه. استنى انت وهو. ايه؟ دي مسؤوليتي انا. ايه؟ دي مهما كانت بنتي، وده برضه يبقى جوز بنتي. انا جوز بنتك؟ انا جوز بنتك خلاص يا باشا. اخيرا قلتها من قلبك. اخيرا اعترفت. اخيرا اعترفت يا شقي. شغلك. لينا بعتلي تيليكس اكيد. تيليكس؟ ايه التيليكس ده؟ مش عارف إيه مش عارف؟ ماله لازق ليه؟ انت ايدك مع الشفه. لازق ليه؟ اهو. ايه خير؟ لينا بعتله تيليكس. ايوه تيليكس. اقرا يا استاذ. معاك ليه؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ فهمت ايه انا دلوقتي؟ اقرا يا كابتن. وريني يا بابا. يا نهار اسود. وريني يا ابني. مش ممكن. ايه؟ ما بعرفش اقرا. جيتك الملعب مش غلط. اقرا يا انكل اقرا. انا ابتديت ابقى تنشن. ايوه. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انكل. ايوه يا بابا. انكل. ايوه. هعلم فيك لحد امتى؟ تعلم مين يا ولد؟ كده يا حبيبي. ايوه فعلا. نحن لينا وانفيسة في انتظاركم. فين؟ في قاع النيل يا عصمت. اجري يا ولد. اجري.